السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من مطبخ رجاله، احلى اكل في مصر. تعالوا نعمل حشوه كده، تنفع في كريب، تنفع في جلاش، تنفع بس حاجه لذيذه كده باللحمه المفرومه. يلا بينا. الطاسه عندنا لحمه مفرومه، احنا يعني اللحمه المفرومه اللي معانا دي نسبه الدهون فيها عاليه، هي كانت بتاعت كفته، فهننزل بيها على طول في الطاسه، والطاسه بتاعتنا طاسه ما بتلزقش. معلش بقى شغلنا الفلاش لان محمد كان لسه صاحي من النوم واكتشف ان الصوره غامقه. يا ظالمين. التقليب مستمر لغايه ما تفك. هنزود سنه ميه سخنه عشان بدأت تلزق في الطاسه، فبينكم خط على الطاسه. انا عندي تعليمات ان انا ما ادخلش المطبخ، فمش عايز ابوظ حاجه. هقلب فيها لغايه اللون ما يتغير، والنار عاليه عشان هي ما تصفيش الميه اللي فيها. في الاخر خالص هيبقى في نسبه دهون بتنزل منها. انا مش عايز اعصج اللحمه، انا عايز اعمل خلطه، فبالتالي البصل والطماطم وبقيه المكونات انا مش هخليها تستوي جوه التتبيله دي، لكن تختلط بيها وتاخد صدمه بسرعه. هفضل اقلب لغايه اللون ما يتغير. بصوا الدهون بدات تنزل، كل ده كان مش ميه، ده كل ده دهون. انزل بشرايح البصل. طبعا لو انا هعصج تبقى مبشوره وينزل البصل الاول والطماطم الاول واخر حاجه اللحمه، لكن انا هو جزء من الحشو. نبعد الشرايح كده ونقلب. تدوه بصل طعمه اول ما ضغط مع اللحمه ده طعمه حلو. على فكره ممكن البصل كتير قوي وطعمه صغيرين ويبقى حاطط حواوشي زي الفل. احكي لكم على السر ده اللي جبناه من عند ارمط بتاع الجزيره. ازاي رغيف الحواوشي يبقى رغيف نضيف وب5 جنيه؟ مش عارف. دي اول حاجه. فلفل نفس القصه. كل ده يدبل، كل ده حشو مش تعصيبه. فلفل شطه ده اللي هيخليه بقى الدنيا ده فلفل حراق سبايسي. استغنوا عنها لو انتم مش عايزينها حراق، لكن انا بناء على طلب الجماهير مطلوب ان هي تبقى حراقه وحراقه قوي كمان. هنقلب تاني ونبدا نجيب الطماطم ونقلب بقى، نخلي كل الكلام بتاعنا ده يدبل. اللحمه بدات تنشف وتلزق، فنديها سنه ميه عشان ما نبوظش الطاسه. ممكن نديها معلقه صلصه، ممكن نديها في صلصه كانت معموله هنا، نديها شويه من الكيس ده كده. حد يقول لي انت ما حطيتش ملح وفلفل احنا اصلا كنا اللحمه دي لحمه فيها البهارات كلها، فما احتاجناش لا ملح ولا فلفل ولا كمون. لكن لو لحمه صافيه هيبقى نحط الملح
والفلفل والكمون، هي دي البهارات اللي احنا بنستخدمها في مطبخ رجالة. هنوطي النار ونسيب الحاجات دي تغلي. هي دي خطوات الحشوة اللي احنا عملناها. دي الحلقة بتاعتنا كده. الحلقة اللي فاتت كنا عملنا عجينة الكريب، المرة دي عملنا حشوة على طريقة مطبخ رجالة. حاجة كده ايه، لحمة مفرومة على بصل فلفل طماطم، حاجات كده في اللذيذ. هنحشي بقى، نعمل الكرباية الحلقة الجاية. تابعونا، ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يجيلكم ازاي هنقفل العجينة. السلام عليكم.